عندنا شويه كيك مش عايزينهم او مش محتاجينهم، او الولاد خلاص زهقوا من الكيك العادي، تيجي نغير فيها ونعمل الحلو ده. الحلو ده ترايفل بواقي الكيك اللي عندك، تيجي نعمله. يلا بينا نشوف مكوناته ايه بالظبط ومقاديره. يلا بينا. من مكونات الأساسية للترايفل مع طبعا الكيك الكاستر، هنحط كوبايتين كبار من اللبن على النار. طبعا قبل ما نولع النار هنحط من معلقتين لتلاتة نشا. اوكي، حسب كمية اللبن اللي عندك، اكنك بتعملي مهلبية عادي. هنحط معاها حوالي من معلقة لمعلقتين سكر، ما نكترش السكر عشان طبعا المكونات الباقية فيها سكر كتير، فهنحط من معلقة لمعلقتين سكر. هنبتدي نقلب بالطريقة دي لحد ان الكسر ما يدوب في قلب اللبن والسكر. طبعا هنفضل نقلب لحد ما يغلي، وهيبقى بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، بيبقبق كده، يبقى كده استوى زي ما انتوا شايفين، يكون غلاظ القوام بالطريقة دي. ونقلبه تقليبه كويسه كده عشان نضمن ان السكر داب ومفيش اي حاجه مكلكعه فيه. بصوا انسيابي ازاي، بصوا عامل ازاي في الكسرونه. بعد كده هنجيب بوله ونحط فيها علبه اللي هي الكريم ويب اي نوع، وتحطيها في بوله. بعد كده هتحطي برضو من معلقه لمعلقتين سكر. انا حطيت معلقه والربع اللي انتوا شايفينها في المعلقه دي، معلقه وربع سكر. هنضرب بالمضرب لحد ما الكريمه تغلظ القوام. طبعا ما نزودش في الكريمه ضرب عشان ما تحولش الى زبده، يا دوبك تتخن بالمنظر ده، يبقى كده خلاص الكريمه خلاص اتضربت وبقت كويسه كده. خلاص خلصنا ضرب الكريمه. هنبتدي بقى نشتغل ونحط الطبقات على بعض. يعني هنا بقى هنبتدي نعمل، احنا خلصنا الكاستر وخلصنا وقطعنا الفواكه اهي اهي، وهنبتدي نعمل التكوينه بتاعته. بصوا بقى، هنا بقى بقايا الكيك الاسفنجي. انا كنت عامله كيكايه وكنت ساقياها بجيلي التفاح، ده الاخضر ده جيلي تفاح. اوكي، هنبتدي نعمل كالاتي بقى، نستفيد بكل حاجه. هنا بقعر البوله، انا مش عارفه الكاميرا مظبطه ولا لا اهي. نحط قطع كده صغيره، نقطعها شرايح رفيعه، والبوله صغيره انها كميه مش كتيره قوي. اوكي، هنبتدي نعمل كده الكيكه. خلاص، هنا بقى نبتدي نسقيها بميه الكمبوت او شربات الكمبوت اهو زي ما انتوا شايفين. انا بحاول ان انا اظبط الدنيا. هنبتدي بقى نحط الكاستر اللي انا عملته قدامكم. نحط طبقه منه كده بالطريقه دي اهي. نعملها على 3 دفعات مثلا كده اهي. على فكره ده النوع الحلويات ده اسمه ترايفل. ايها بواقي عندك موجوده من الكيك. هنبتدي نعمل الفواكه فوق الكاستر اهي. انا مقطعه خوخ، كمبوت خوخ واناناس وموز اهي. اوكي، وادي الموز بيدي طعم رهيب في الترايفل، فعلا احلى حاجه تاكليها بالموز. انا عشان انا من عشاق الموز الصراحه. هنحط بقى برضو الكيك اهو، اي كيك موجود عندك، سفنج، ايها كيكه عاديه، كيكه اليوميه بتاعتك فاض منك ولادك يعني زي منها كده، لا. هنبتدي ايه، نعملها كالاتي اهي. نسقي برضو اي نوع كيك ممكن تقدري تعمليه. انت على فكره بتاع الشربات او بتاع الكمبوت ده ما عندكيش كمبوت، يبقى فواكه.
ما عندكيش كومبوت فواكه عاديه، ما عندكيش فواكه عاديه، تعملي مثلا عندك نوع واحد، تعملي نوع واحد، وبدال الشربات بتاع الكومبوت ممكن تعملي جيلي، اي نوع جيلي. بس كده هنبتدي نحط برضو الفواكه اهي مسكرة، قصدي الفواكه اهي. احلى حاجة تقدري تعمليها والله تحفة. هنا برضو الموز اهو، هنا بقيت الكيك. عارفين زي الفتة اهي فتة بس نوع من الحلويات اهي احلى حاجة والله. ما عندكيش حاجة تحلي بيها للولاد قدامك اهي اهي. بصي بقى انا مش هحط ميه كومبوت تاني لان هي واخدت كفايتها، مش عايزه احط في الطبقه دي، بس كده انها تتشرب منها. ولا اقول لكم ايه، نحط نقطه تاني اهي، نقطه صغيره كده بس خلاص. حط بقيه الكاستر، باقي حبه صغيره مش مشكله، حطهم كده اهي. بس الكاستر ده بيدي طعم مع الترايفل فعلا. ممكن ما عندكيش كاستر تستعملي كله الكريمه المخفوقه او كريم شانتيه، ما فيش مشكله خالص اهي. خلاص كده احط ايه الكومبوت دي كده على جنب عشان انا عايزاها ازين بيها في الاخر. احط كله مع بعض هنا. احط الموز، نبتدي بقى نكون حاطين هنا كريم ويب. وهنا عندي لقيت عندي فواكه اللي هي المسكرة، احط كده كذا واحدة كده هتدي شكل جميل حلو قوي للترايفل. دي كده ونحط دي اهي. وبكده خلصنا الترايفل بأسهل مكونات موجودة عندك من بواقي الكيك. يلا اعملوها بالهنا والشفا.